شوف يا بنت افتحي. السلام عليكم. علي، بقول لك ايه؟ في ايه؟ ما شوف الراجل ده بيقول كلام غريب وبيقول اللي هو عارفك وعارف اسم ابويا بالكامل. ثواني بس ثواني. اسمع يا ابني. ايه يا حاج؟ انا بعت جدك عشان عندي كلام كتير عايز اقوله. كلام ايه يا حاج؟ انا حاسس ان انا شفتك قبل كده. ايوه يا ابني، انا قعدت ادور عليكم سنين وسنين، انت وداليا اختك، داليا لحد ما شفت داليا حمدت ربنا اني لقيتها. قلت لها اتصلي لي بعلي اخوك، ما كانتش مصدق ان انا اعرفك. تعرفني مين يا حاج؟ وامك الله يرحمها ويسامحها. تعرف امي؟ كل ده طبعا اعرف امك. ما تقول لهم يا بابا انتوا تعرفهم منين؟ احنا من ساعتها واحنا واقفين، لا تقول لهم يا تخلوهم يمشوا. يا بنت اهدى، عيب، ده ضيوف عندنا. بقول لك يا حاج، ايه الكلام الغريب ده؟ هو انت تعرفني منين ولا تعرف اختي ولا امي؟ ما تقول يا حاج هو في ايه؟ انت يا علي مش بتتشبه عليا؟ مش فاكر يا علي حتى زمان ما خطرش على بالك مش فاكر اي حاجه كده، مش عارف حاجه خالص؟ ما انا يا حاج لو اعرف انت عايز ايه كنت فكرت فيها وعرفت، لكن انا مش فاهم حاجه. ما تقول لي يا حاج انت عايز تقول ايه بالظبط؟ يا ابني من الاخر كده، انا عادل ابو جبل. نعم. نعم. عادل ابو جبل مين؟ ابويا؟ ايوه انا ابوكم، ودي تبقى اختكم. ايه؟ انا قعدت العمر ده كله حفيت عليكم، ما خلتش لا مستشفيات ولا اقسام ولا الناس اللي اعرفها ولا اللي يعرفوكم، لفت عليكم لان امكم خدتكم ومشت، ما اعرفش عنها حاجه لحد ما لقيتكم. انت جاي بعد 20 سنه تقول لي ان انت ابونا؟ طب ودي مين؟ انت بتقول اختنا، وازاي انت كنت متجوز امي وخدتنا ومشيت ودي بنتك انا مش فاهمه حاجه يا علي. ولا انا؟ ولو بعد 100 سنه انتوا ولادي. ازاي يا حاج فهمني؟ لا انا عشان بعدت ده يغير انكم تكونوا مش ولادي. طب ايه السبب ان احنا مشينا؟ طيب لو انت ابويا زي ما انت بتقول. تفهمهم يا بابا بقى، كفايه بقى لف. السبب يا ابني الله يرحمها، السبب امك يوم ما جوزتها 5 سنين ما بتخلفش، الناس كلت وشي، الناس عايرتني، عايز يبقى لي ابن، عايزه ما الناس عايشه، اضطريت اتجوزت ام شمس وخلفت منها. لما خلفت امك ربنا عطاها على اعتراض، حملت وخلفتكم انتوا الاتنين. تقوم ترميها في الشارع صح؟ ما رمتهاش، افهميني يا داليا، خد السهرايه. ايه اللي حصل يابا؟ اول ما عرفت ان انا اتجوزت ومعايا شمس دي اختكم الكبيره، انتهت كل اللي بنيته، سابت لي الدنيا ومشت. تخت. هو انت يا عم الحاج من التوهه مش عارف انت بتقول ايه؟ على فكره على اخويا ده، هو اخويا ده اكبر مني، وديت لسه حته عيله، انت تايه. ثواني يا لسه يا داليا ما فهمتيش، بتقولي لي يا عم الحاج بدل ما تقولي لي يا بابا. اصبري بس. ليه؟ اقول لك يا بابا ازاي؟ اقول لك يا بابا ازاي وامي ميته بحسرتها؟ اقول لك يا بابا ازاي واحنا اللي كنا بنشتغل وبنشقى وامي كانت بتشتغل وبتخدم في البيوت؟ اقول لك يا بابا ايه؟ يا عم الحاج والنبي سيبنا في حالها، يلا يا ابني. استني ما لازم نفهم. طب ممكن يا حاج توريني بطاقتك؟ هوريك يا ابني. انا ما اعرفش انت بتسمع له ليه؟ عشان احس ان انا عارفه. البطاقه يا ابني لسه مطلعها، فيها كل ما يثبت. والبيت القديم اهو نفس العنوان البيت اللي تخت ما لقوكوش. امال ازاي امي قالت ان انت مت؟ عشان هي بالنسبه لي، انا بالنسبه لها خلاص انتهيت ومت. يعني انت هي؟ انت عارف الست اما جوزها بيتجوز عليها يا ابني كان صعب، انا ماليش ذنب، ما تحاسبونيش بذنب مش ذنبي، ذنب الغيره وذنب الانانيه. اما امكم سابتني وهربت وخدوكم معاها عشان خافت لنا احرمها منكم. انا برضو من اول ما دخلت قلت انا عارفك، انا مش تايه عن وشك خالص يابا. يعني انت يا علي انا كل القديم مقتنع ان انا ابوك؟ كل اللي حصل زمان بيدور قدامي دلوقتي، افتكرت كل حاجه. ايوه يا علي، فاكر يا علي لما ضربت ابن الجيران كان في شهر رمضان واخدت منه الفانوس، رحت جبت لك 10 فوانيس. ايوه يابا حصل صح. ايوه فعلا. حلو قوي الشغل ده. هو انت يا علي مصدقه؟ طب بقول لك ايه، انت عمال تقول له ايوه فاكر وهو عمال يقول لك مش عارفه ايه. ما دام بقى انت بتقول ان انت ابونا وكده، خلاص احنا نعمل تحاليل دي ان ايه.
اعمل اللي انتوا عايزينه. ودلوقتي يلا زمانيا كده، يلا كلنا. طب يلا يا علي. يلا تعالي معايا يا بنتي، تعالي يلا.